بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ ان شاء الله النهارده الفيديو هنتكلم عن الطريقه الصحيحه ان احنا نخزن بيها البتنجان. البتنجان الايام دي موجود كتير في السوق، ده موسمه يعني للتخزين، يفضل معاكي من السنه للسنه. اول حاجه انا بنزل السوق، احنا في منطقه يعني فلاحين، فهم ايه البتنجان بجمعين يومي. بجيب البتنجان 3 ب10، فبجيب مثلا 6 كيلو على قد ما اقدر اعملهم مثلا السوق ده. اجيبهم يوم السوق يبقى لسه مجموعه طري، اقعد اقوره، اخلصه كله تقوير كده. عملت 6 كيلو، بعد كده اروح جايه واخداه غسلاه، اغسله واصفيه في مصفى، وبعد كده اروح جايه جايبه طاسه فيها زيت على النار، واروح جايه حاطه شويه بدنجان بشويه اسوخه كده. ده اسمه ان انا نسوخ البدنجان عشان لونه ما يغيرش معايا ولا يسود ولا حاجه في التلاجة، في الفريزر يعني واحنا بنستعمل. اعمله من جميع الجهات كده، اسوخه من جميع الجهات، وبعدين اروح جايه مطلعاه صفيه من الزيت، واروح جايه مطلعاه حسب ما انتي عايزه بقى. بعد ما يبرد تروحي انتي جايه عامله مثلا على قد 20 بدنجانه. ده شكله بقى هو بعد ما سوخته بيفضل بشكله كده، يعني ما بيغمقش عن كده. لازم عشان تحطيه في الفريزر لازم تسوخي كده في شويه زيت. يا ريت لو عجبكم الفيديو يا حبايبي تدعموني بلايك. اول ما يبرد بقى اروح جايه محبيه على قد ما يعني الطبخه اللي انا عايزه اعملها، حله كبيره حله صغيره، واروح جايه عينه في الفريزر.